السلام عليكم الإخوان. في هذا الفيديو غادي تشوفوا ملخص سريع لأهداف مباراة المنتخب الوطني المغربي ضد منتخب باراغواي التي انتهت النتيجة ديالو بهدفين مقابل هدف واحد. لا تنسوا الاشتراك في القناة، هذا فضلا وليس أمرا من الإخوان. شكرا جزيلا للجميع. إمكانية التمرير بالفعل، البحث عن العرضية من أشرف حكيمي. بلال خنوس، بداية قوية للعناصر الوطنية، هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تمريرة عرضية من الجهة اليمنى من أشرف حكيمي، وبلال خنوس ينهيها بأفضل طريقة وبتسديدة في مرمى الحارس جيل أورلاندو. أفضل بداية للمنتخب الوطني المغربي، فرحة كبيرة الجماهير المغربية الحاضرة وكذلك العناصر الوطنية والناخب الوطني محمد وهبي. نتابع من جديد تمريرة من أشرف حكيمي وبلال خنوس. بلال خنوس لاحظوا ياسين جسيم وضع الكرة أمام أشرف حكيمي، العرضية بلال خنوس ينهيها بأفضل صورة وبأفضل طريقة. هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي. انطلاقة إمكانية تمرير ياسين جسيم مرة أخرى. الله 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 الله، نائل العناوي في المكان المناسب يضع الكرة في الشباك. هدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تمريرة ممتازة كنقول يعني بنفس الطريقة تمريرة أشرف حكيمي، هذه المرة نائل العناوي في المكان المناسب يوضع الكرة في شباك الحارس جيل أورلاندو. وهدف ثاني لفائدة المنتخب الوطني المغربي، فرحة كبيرة جماهير المغربية بهدف ثاني لفائدة العناصر الوطنية. لاحظوا المرتد هجومي سريع، ياسين جسيم وضع الكرة أمام أشرف حكيمي، يعني بنفس الطريقة بنفس الشكل، بشكل ممتاز. انطلاقة ديال سفيان رحيمي شنو يعمل؟ رحيمي يمرر وإبعاد الكرة جيل اليمنى. ياسين جسيم بناء هجومي، ترفعات الكرة، تدخل الدفاع. ياسين جسيم بإمكانه المرور عند أشرف أو ياسين، غادي يبحث على إمكانية التسديدة وتدخل الحارس جيل أورلاندو. ياسين جسيم لقد هذا المرتد الهجومي السريع. لاحظ جسيم على مستوى الجيل اليمنى، انطلاقة ديال ياسين جسيم شنو غادي يعمل؟ البحث عن إمكانية التوغل، تسديدة قوية مرات جانبا من القائم الايمن لمرمى الحارس جيل أورلاندو. ممتاز ياسين جسيم، انطلاقاته تحركاته سرعته وخروج امام المنتخب الاسباني. محاوله وسط لاعب خوليو انسيزو، وياسين لضمان سواء رسميه سواء مكان بالمنتخب المغربي. محاوله كانت خطيره، تسديده تقيد بواسطه لاعب ميغيل ألميرون، ثم المتابعه كانت ديال غابرييل ألفاريز. نتابعوا من جديد هذه المحاوله. لاحظوا استرجعوا الكره اللاعبين ديال المنتخب الباراغواي، خطيره هذه المحاوله. تسديده وسط خوليو انسيزو، دخول الحارس ياسين بونو، لازم اخراج الكره من هذه المناطق. لاحظوا استرجاع الكره من طرف لاعب خوليو انسيزو، تدخل ممتاز ديال طرف ماوريسيو، كيلعب الكره داخل المستطيل، العمليات الراسيه، خروج ياسين بونو. منتخب الباراغواي غادي يتنفذ من طرف دييغو غوميز، لعبات الكره في القائم الثاني، الراسيه ديال العبيد غوستافو غوميز هو اللي لعب الكره، وياسين بونو في المكان المناسب. منتخب الباراغواي دييغو غوميز، تمريره خطيره، تدخل وابعاد الكره، من طرف لاعب زكريا وحدي. محاوله كان بامكانها تعطي هدف لفائده منتخب الباراغواي. كان خروج ديال الحارس ياسين بونو ما كانش خروج موفق، لكن العوده كانت بطريقه. بلال خنوس ما تمكنش من التمرير، العرضيه والتغطيه حاضره. رضوان حنحان يبعد الكره للركنيه، كانت تمريره من الجهه ركني لفائدة منتخب الباراغواي. لعبات محاولة تدخل ياسين بونو في المكان المناسب، كيتمكن من التدخل. لاحظوا التفتات الركنية، ارتقاء ديال سيريس من جديد. خوان كاسيريس رفع الكرة في القائم الثاني، خطيرة، وهدف أول لفائدة منتخب الباراغواي. هدف اول اعتقد بواسطه اللاعب كابايرو، كانت تمريره من خوان كاسيريس. نتابع من جديد لعبات بهذا الشكل، هنا كانت تمريره